المنتخب المغربي بنفس الثوابت وبنفس اختيارات المدرب وليد الركراكي وذاكر مونو في حراسة المرمى، صلاح الدين عابر، دياميك، مزراوي، مرابط، ونحيي العيناوي، الصيبري، وأيوب الكعبي في الخط الأمامي. بالمقابل لا تغييرات بالنسبة للمدرب مالي، تكلم عن التجربة كاميرا مع كاسما دوبيا ديان كوليبالي الصنغاري مع يوكو على الصول خط الهجومي. كنت السبع التغييرات مع بداية شوط الثالث الثاني، ممكن مع مرور الوقت ربع ساعة 20 دقيقة تبدأ التغييرات والقراءات الفنية للمدرب وليد الركراكي في الشق الهجومي. هناك صافرة وخطأ، اسماعيل بفرصة، اسماعيل بالكرة في الجول، ولكن اسماعيل امام المرمى يفوت الموعد، لكن قدرات اسماعيل حقيقية لم تظهر في هذه البطولة. قدرات اسماعيل لم تظهر بعد في هذه البطولة يا السادة الكرام، كما يفعل حاليا هناك في دوري الإيرديفيزي في الدوري الهولندي مع البي اس في ايندهوفن. تلعب الضربة الحرة والكرات الثابتة، دائما نقول في عرف كرة القدم سلاح استراتيجي للوصول الى الشباك يا ابراهيم يا دياز. هو ابراهيم، قلت لكم ان ابراهيم ستكون عنده الكلمة في مباراة الليلة، سجل هدف من علامة الجزاء وننتظر بكل تأكيد المزيد يا ابراهيم يا دياز. ابراهيم يرى قصيرة مرفوعة الكرة أيوب الكعبي، الرأسية غابت إلى أيوب الكعبي، لا كانت قوية على أيوب. شوف الإعادة مرة أخرى، وضعية ممتازة ما فيهاش تسلل. أيوب الكعبي كان قريب جدا من لمسة بالراس، الكرة يتغير مسارها والركنية الأولى في هذا الشوط للمنتخب المغربي. الآن صراع الرؤوس، الآن صراع القامات الطويلة، الآن في اصطياد كرة أخرى في الشباك المالية. عمر تلعب هذه الركنية الآن، مرفوعة الكرة في القائم الأول بالراس، يامر يتابع التسديدة إسماعيل، لمسة مغربية فيها لمسة إبراهيم كانت رايحة للشباك، المدافع يتدخل. ضغط رهيب مغربي في هذه يدافعون بشراسة على فكرة، الكرة فيها تماس. الثاني سهل كثيرا المهم، الهدف الثاني يبعث الاطمئنان للجماهير المغربية ويقربنا أكثر من تحقيق الانتصار الثاني في هذه المجموعة. وفي وسط الميدان مالية، محاولة التغطية بعد ذلك عودة مرابط، دائما مرابط السندة قوية للياميق وإلى النيف، يبقى قريب جدا من ثنائية الدفاع نيف أجرد، وأيضا اللاعب جواد الياميق. كرة في منتصف الميدان، ديابي، هذا هو ديابي يضغط عليه إسماعيل الصيبري، عادت الكرة لتيارا يسر الطويلة، هنا مرابط يحمل الدفاع مع زملائه. نايم، برافو نايم، أول كرة يقطع عليه العيناوي، في خطأ التدخل في حق مزراوي، الحاج مزراوي، نصير المزراوي يرجع للرأس
رسمية على فكرة عن كثيرا في المحطة الإفريقية الماضية، لأنه وقت لما كان لاعب لنادي البايرن كان مصاب. بالتالي نتذكر جميعا كيف أنه غاب عن الدور الأول عن مباراة جنوب أفريقيا في الدور الثاني. لحظات صعبة مر بنا موسيل مزراوي قبل انتقاله بعد ذلك لمانشستر يونايتد. على فكرة موسيل مزراوي من نوعية اللاعبين اللي يتأقلمون مع أي سيستم، سواء جاءت 4-3 أو 4-3-1، يلعب لك ظهير أيمن، يلعب لك ظهير أيسر، يلعب وفق سيستم معينة مدافعين. وشفناه كثيرا يعني من اللاعبين الذين يتمتعون بمرونة كبيرة. المرونة هذه اللي تسمح لك أنك تتأقلم بسرعة مع أي سيستم مدرب، وهذه من ميزات طبعا لاعب موسيل مزراوي. سلامات موسيل مزراوي، واضح تأثير الضربة على الوجه، لكن أمور بخير، أمور بخير بالنسبة لموسيل مزراوي الذي سيحصل في المباراة. الشوط الثاني لم يختلف عن السابق، تكلم على الاقل جانب الاستحواذ على الكره سيكون اكثر من عناصر المنتخب.